شاب مصري بيحب العربيات جدا وبيحب نوع عربية معينة هيموت ويشتريها، وبكل الطرق بيحاول ويعافر ويحط الجنيه على جنيه عشان يشتري العربية دي، وفعلا ربنا كرم ووفقه واشترى العربية. ركزوا بقى في القصة عشان القصة دي جميلة جدا وممكن تلفت انتباهك لحاجات انت مش واخد بالك منها. الشاب ده اشترى العربية وبعدها بكام يوم مسافر، راح عمل حادثة بالعربية ومات. احيانا ربنا بيشيل عنك الفلوس لمصلحتك، وبنسبة كبيرة انا من وجهة نظري ممكن تكون بنسبة كبيرة جدا 90% من الفلوس دي نقمة مش نعمة. والفلوس دي اردأ انواع الرزق، اقل حاجة في الرزق الفلوس. فمش كل دنيتك ما توقفش على الفلوس، عشان والله ربنا ممكن يكون شايلها عنك لمصلحتك انت. وخليك واثق وتأكد ان ربنا كاتب لك الخير.